النهاردة بنتكلم عن أكتر منطقة أثارت الرعب والخيال في القرن العشرين. مكان كل ما طيارة أو سفينة تعدي منه بتختفي كأنها ما كانتش موجودة من الأساس. في ناس قالت إن هما كائنات فضائية، وناس تانية قالت سحر، وناس قالوا مؤامرة دولية. لكن محدش قال لحد دلوقتي إن هو متأكد إن اللي بيحصل هناك 100%. شد الحزام واستعدوا، لأن الرحلة دي مش عادية، رحلة في قلب لغز حير العلماء والبحارة وحتى الخيال نفسه. أهلا بكم في لغز برمودا، اللغز الأزرق الكبير. كل شيء بدأ بالصمت، ثم بدأت الحقائق تختفي. ديستوبيا ليست مكانا، إنها نحن ديستوبيا. فين مثلث برمودا وليه سموه كده؟ زي ما قلنا ان مثلث برمودا مش مكان ليه حدود رسمية على الخريطة، لكن العلماء والبحارة بيحددوه ما بين 3 نقاط رئيسية: ميامي فلوريدا، برمودا الجزيرة البريطانية الجميلة، وبورتوريكو. لما توصل بين ال3 نقط دول بخطوط مستقيمة هتلاقيه شكل مثلث تقريبا، ومن هنا جه الاسم الشهير مثلث برمودا. المساحة دي تقريبا 500 ألف ميل مربع، يعني أكبر من مساحة الهند تقريبا، وبيمر فيها الآلاف من السفن والطيارات كل سنة. ومع كده فيها سمعة إن هي منطقة الموت أو مقبرة الأطلسي، لدرجة إن زمان بعض شركات الشحن كانت بترفض إن هي تعدي منها خالص. ومن أهم الحوادث اللي حصلت في مثلث برمودا وهي الرحلة 19 اللي حصلت سنة 45. 5 طيارات حربية أمريكية خرجوا للتدريب من مدينة فلوريدا، وده علشان يعملوا تدريب روتيني. كل حاجة كانت تمام لحد ما القائد قال في اللاسلكي البوصلات خرجت عن السيطرة، مش شايفين الأرض ومش عارفين إحنا فين. وبعدها الإشارة اتقطعت تماما، وبعتوا طيارة إنقاذ فيها حوالي 13 شخص. بس المفاجأة إن الطيارة اختفت هي كمان، والنتيجة إن 6 طيارات و27 شخص اختفوا بدون أي أثر وبدون أي حطام ولا حتى رسالة استغاثة واحدة. وسنة 1918 كان في سفينة من واحدة من أكبر السفن الأمريكية وقتها، كانت شايلة أكتر من 200 شخص، وكانت شايلة كده شوية مواد خام، وكانت آخر إشارة ليها إن هي قربت من منطقة برمودا. وبعد كده ولا إشارة ولا أثر، كأن البحر ابتلعها. كل ده بقى خلى مثلث برمودا ياخد لقب أكثر منطقة غموض في الأرض. والنظريات الغريبة اللي اتقالت إن الناس حاولت تفسر اللي بيحصل ده بطرق مش عادية خالص. في ناس قالت إن في قاعدة فضائية تحت البحر بتخطف السفن دي عشان تدرس البشر، وفي ناس تانية قالت إن في ثقب زمني بيبلع كل اللي بيعدي منه وبيختفي في عالم موازي أو بعد تاني. وفي أسطورة كمان بتقول إن مدينة أطلانتس موجودة تحت المثلث، وإن طاقتها المتقدمة بتأثر على الأجهزة المغناطيسية وبتخلي السفن تضيع. وفي السبعينات زاد الهوس ده بعد ما الكاتب تشارلز نشر كتابه سنة 1974 اللي خلى الناس تصدق فعلا إن المنطقة دي لعنة بحرية. طب هنا نقف لحظة، هو العلم بيقول إيه؟ تعالى بقى للعلم اللي بيحاول يفسر كل حاجة بالعقل والمنطق. العلماء فعلا اكتشفوا ان المنطقة دي فعلا خطيرة طبيعية جدا، بس مش خارقة للطبيعة. يعني زي مثلا تقلبات الطقس المفاجئة، وده لان المثلث موجود بين طيارين بحريين قويين جدا، طيار خليج المكسيك وطيار شمال الاطلسي، وده بيخلي الجو يتغير في لحظات. وتاني حاجة بقى اضطرابات المجال المغناطيسي، وده لان المثلث بيقع على واحدة من النقط القليلة على الكوكب اللي فيها المجال المغناطيسي مش ثابت، وده بيأثر على البوصلات وبيخليها تشير للشمال الحقيقي بدل الشمال المغناطيسي، وده كفيل ان هو يضيع اي طيارة او قبطان مش منتبه. تالت حاجة بقى وهي غاز الميثان، وده لان تحليل قاع البحر اظهر وجود حقول ضخمة من هيدرات الميثان، وان لما الغاز ده بيطلع فجأة بيقلل كثافة المية والسفن بتغرق وكأن الأرض فتحت وبلعتها. ولو طلع الغاز ده للجو ممكن يوقف محركات الطيارة فوق. رابع حاجة بقى وهي الموجات العملاقة، إن تم رصد أمواج بارتفاع أكثر من 30 متر، والأمواج دي بقى بتظهر فجأة في المثلث، وإن موجة واحدة كفيلة إنها تدمر سفينة كاملة لوحدها. خامس حاجة بقى وهي العامل البشري. المنطقة دي بقى من أكتر المناطق الملاحية ازدحاما في العالم، فبالتالي أي خطأ صغير أو عطل أو حتى عاصفة فرص وقوع أي حادث هناك أعلى من أي مكان تاني. بس لما بيحصل بيتفسر على أساس إن هو لغز ومش حادثة طبيعية. وفي عام 2013 ظهرت دراسة من الهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، قالت إن عدد الحوادث في المثلث مش أكتر من أي منطقة بحرية تانية بنفس الحجم. يعني ببساطة
اللغز ده إعلامي أكتر ما يكون واقعي، وفي صورة كمان بالأقمار الصناعية أظهرت وجود دوامات بحرية ضخمة، وبتفسر ليه بقى إن بعض السفن بتختفي بدون حطام قريب. وفي السنوات الأخيرة بعثات اكتشفت إن بعض الحالات القديمة اتضحت إنها حصلت بعيد عن حدود المثلث أساسا، بس الصحف طبعا والكتب ربطوها بيها عشان تكون أكثر تشويقا. يبقى السؤال الأخير بقى، هل فعلا مثلث برمودا لغز خارق للطبيعة ولا مجرد ظاهرة طبيعية ضخمتها القصص والأفلام؟ الحقيقة إن لحد النهاردة مفيش أي دليل علمي واحد بيأكد وجود أي حاجة خارقة هناك، لكن برغم كده إن المثلث ده بيخلي الناس بتحلم وتتخيل وتخاف. الغموض جزء طبيعي من طبيعتنا كبشر، ويمكن عشان كده بنحب القصص دي، وده علشان لسه بتفكرنا إن في حاجة لسه ما اكتشفناهاش. ومن ديستوبيا بنختم رحلتنا النهاردة، لكن البحر لسه مليان اسرار. انت بقى انزل في الكومنتات وقول لنا انت شايف مثلث برمودا ده فعلا لغز ولا خرافات. وما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتعمل كمان سبسكرايب للقناة. سلام.